عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، واهلا ومرحبا بكم في مليونية جديدة من ليالي التاريخ في مدينة بلدنا سمنود، مركز تدريب الاسود. تحياتنا لصاحب مليونية الليلة، صاحب مليونية الليلة احمد بيه مدين. وزي ما عرضه بيقول دايما 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 هنقول مليونية احمد بيه مدين. النهارده المهرجان كبير يا جماعه. المهرجان النهارده ان شاء الله من غير ما احرق المفاجآت معانا كل نجوم افلام السبكي. وانا عايز اقول حاجه، يعني طبعا النظام اللي احنا ماشيين عليه انا ومكتب حفلات الكابتن وليد مدين ان مفيش حاجه اسمها استقبالات. ده النظام الجديد اللي شغالين عليه في الافراح والمليونيات الجديده. زمان انا من شهرين عملت كده 3-4 مليونيات جداد في سمنود، هنمشي على كده طول السنين اللي جايه ان شاء الله. كلها عارفه بعضيها زي ما بيقولوا يعني. والنهارده بدون ذكر اي اسماء والقاب نظرا للظروف العصيبه التي تمر بها البلاد. يعني كل واحد فينا يعقل بقى ان قاعد في كباريه من شارع الهرم كده، يعني ال 23 كباريه اللي في شارع الهرم. يعقل حضرتك بقى النهارده سهران في السانسيت او الليل، في السانسيت او الليل او الموعد او الاريزونا البريزيانا، نتفرج على فنانين بس ومحدش يزعل مني ولا من الحناوي. زي ما قال الكابتن صح يا وليد مدين، مكتب حفلات الكابتن الراعي الرسمي المهرجان الليله. مبروك لابو عريس الليله البيج بوس الحاج محمد السعيد مدين، البيج بوس الراجل الكبير. مبروك لابو الرجاله. وزي ما قال عالضه اللي ما عرفش الحاج محمد السعيد يبقى عايز له سوفت وير من جديد. اللي ما عرفش ابو العريس الحاج محمد السعيد يبقى عايز له سوفت وير من جديد. نخش بقى على الفنيات، لان النهارده عرضوا تقديم الفقرات بس والتعامل مع الفنانين. استاذ حناوي نجم الاداره المسرحيه والاستاذ الهامي نجم بلدنا المنصوره هيقولوا طبعا الشخلومه والطياره والكلام اللي انتم بتقولوه ده مع الفرقه ان شاء الله. النهارده ضيوفنا الاعزاء تحيات لمجموعه شركات طاحون، مجموعه شركات طاحون للتصوير السينمائي نجوم افلام السبكي. طاحون وبرضه زي ما قالها عرضه قبل كده في مليونية بداية، فرح من غير مجموعة شركات طاحون ملوش أي لزوم. نجوم الإدارة بتاعتنا وكاميرات الدولي والسوشيال ميديا، نجوم النت والسوشيال ميديا. أشهر شخصية في السوشيال ميديا حاليا الدولي محمد الجريعي نجم المنوفية. تحياتي لحضراتكم. فليصف الكلمة مراسل قناة الحياة نجم السنبلاوين والمنصورة أخوكم الإعلامي محمد ألدو. إعلامي محمد ألدو هيلتقي النهاردة وأخطر فرقة موسيقية على مستوى محافظة الدقهلية، وربما في الوقت اللي أنا بتكلم فيه على مستوى جمهورية مصر العربية. نجم عمل انتفاضة في عالم الموسيقى العربية لن تقل شأنا عن الانتفاضة الفلسطينية. موسيقار العاصمة، واجهة بلدنا المنصورة. حضرتك لو بتشجع الاهلي او الزمالك او انبي او حرس الحدود هتعيش معانا الليلة مع اوركستر المنصورة الاول الموسيقار الدكتور مصطفى محمود. نحيي رجاله بقى عشان هو اللي يمتعنا كده. الناس بتحبك ان شاء الله. الدوره اللي جايه في مجلس الشعب يعني ابو ادم يشد حلو معاك شويه. انت ان شاء الله في الدايره اللي جايه. عايزين تعملوا ايه بقى الوقت؟ مزيكا ولا نقدم نمره؟